مرحبا حبايب، ان شاء الله كل الف خير. وياكم علي. اليوم عندنا طريقة صنع الشكرلمة. هنا عندنا المكونات اللي هي 4 أكواب طحين، كوب سكر مطحون، كوبين دهن حر. وانا افضل الدهن الحر، بس تقدرون تستخدمون دهن جنة او دهن الدار او اي نوع اخر، بس لا تستخدمون ابدا الزيت لانه راح يخلي القوام مالت الشكرلمة قوي جدا. بالبداية راح نخفق السكر المطحون ويا الدهن، وارجع لكم عمود لو يطول عليكم الفيديو. طبعا لازم نستخدم الخفاقة الكهربائية وما نستخدم الخفاقة اليدوية. هاي راح نوضع الشكر. وهاي راح نخلي الدهن. خل اخفقهن وارجع لكم. هاي قاعد نخفق المكونات، خل اكمل خفق وارجع لكم. هاي بعد ما تحول قوامها اللون الابيض الكريمي، طبعا تشوفوها لونها اصفر لانه انا الاضاءة عندي صفرة، بس هي لونها ابيض كريمي. راح نبدي بعد طبعا 10 دقائق تخفقون بيها. راح نضيف الطحين. أربع أكواب الطحين. طبعا أنا استعملت الدهن الحر لأنه يصير قوام مالتها خفيف وهشة جدا وتبقى أيام أكثر. خل أخفق المواد وأرجع لكم. طبعا أنا ما خفقتها بالخفاقة الكهربائية، أنا مشغلها فقط شي حاولت إنه ألمها العجينة، لأنه من حطينا الطحين لازم نلابس المكونات كلها زين. وهسه خلي ألمها ولابس المكونات وأرجع لكم. حبايب بعد ما لميت العجينة راح أغطيها وأخليها ترتاح بالثلاجة لمدة ساعة كاملة وأرجع لكم. هاي بعد ما العجينة ارتاحت ساعة كاملة بالثلاجة راح نشتغل بيها. وهنا أنا راح أستخدم الحبة السوداء للتزيين، وراح أستخدم هذا القبق على مود أسوي الشكل مالتها. وملاحظة إنه الصينية ما راح تدهنوها نهائيا بالزيت، وابقوا وياي. هاي حبايب طبعا تشكيلها كلش سهل، هو مجرد بس تسووها على شكل كرة وتفتحوها تصير على شكل دائرة. راح نستخدم هذا القبق هيجي. هيك راح تسوي الشكل، وراح تحطون عليها شوية حبة سودا للتزيين، أو تقدرون تستخدمون غير شي إله. وطبعا أنا هسه من تقومون تشكلون العجينة تعلقون الفرن على مود يحمى، وأثناء الشوي فقط العين من جوا تعلقوها مال الفرن على مود بس مجرد تاخذ لون من جوا. لا يطول عليكم الفيديو، راح اكمل كل العجينه بهذا الشكل وارجع لكم على الشوي. هاي حبايب خلصنا الصينيه الاولى، راح افوتها للفرن واكمل البقيه وفوتها للفرن وراويكم اياها. هاي حبايب الصينيه الثانيه صارت. هاي الصينيه الاولى بالفرن مثل ما قلت لكم، بس العين الجوا وعمود بس تاخذ مجرد لون من جوا. ها هي حبايب هاي بعد الصينيه الثانيه بالفرن، هسه بس تطلع اراويكم اياها. يا حبايب اخر صينية طلعتها. طبعا هي حارة، المفروض اني ما الزمها، بس راح الزمها على مود اراويكم اياها. طبعا هالشي بشكل مو طبيعي، هالشي كلش هشة حارة. اتمنى انه عجبتكم هذه الوصفة. لا تنسون من اللايك والاشتراك بالقناة وشاركوا الفيديو على مود يصل لأعلى مشاهدات. ومع السلامة. كتبولي بالتعليقات اذا فد وصفة ببالكم مال اي اكلة على مود انزلكم اياها. ومع السلامة.